بتبدأ قصتنا في المدرسة الثانوية، وبتبقى لين قاعدة مع صديقها يونج اللي بيبقى دايما مهمل في دروسه. بس رغم كده علاقتهم بتكون قوية جدا، لأن يونج كان دايما بيقف جنبها وقت غياب أهل لين عنها، وبيتفرقوا بعدها علشان يخشوا الكلية. فيا ترى قصة حبهم هتستمر للنهاية وهيعيشوا بسعادة رغم كل التحديات اللي هيواجهوها، ولا القدر هيبقى ليه رأي تاني؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ويلا نبدأ. بيبدأ المسلسل في المدرسة الثانوية، وبتدخل البنت دي اللي اسمها لين، وبتقعد جنب صاحبها يونج اللي دايما بينام في الحصص وبتلاقيه نايم. وبعدها بيدخل المدرس للفصل وبيبقى متعصب علشان درجات الامتحان مش أحسن حاجة. المهم ان هو بيكمل الدرس، ولما بيخلص كتابة على السبورة بيلاحظ ان يونج نايم وبيزعق له، وبيتخض يونج وبيصحى وبيسأل لين عن اللي المدرس شرحه، وبتقول له لين ان هو كان عايز يمسح السبورة وبيصدقها وبيجري يمسح السبورة. ولما المدرس بيشوفه بيتعصب جدا وبيعاقبه. ولما بتخلص الحصة بتحاول لين تهرب من صديقها، بس صديقها بيقول لها انها شخصية جبانة وبيستفزها، وعلشان كده بترجع له وبتتحداه في لعبة الريست. بس للأسف لين بتخسر، ويونج بيقول لها انها لازم تنفذ اللي يطلبه منها. وتاني يوم بتصحى بطلتنا وبتجهز علشان تروح المدرسة، وبيعرفها اخوها ان مامتهم هتيجي بكرة من السفر، وبتفرح وبتجهز علشان تروح مدرستها. وفي نفس الوقت بنشوف يونج هو كمان مطلع العجلة بتاعته علشان يروح المدرسة، بس بيلاقي الكرسي مش موجود، وبيعرف انها لين وبياخد الكرسي بتاعها. ولين بتخرج مش بتلاقي الكرسي وبتاخد كرسي اخوها، وبتلحق صديقها وبيقول لها تنفذ الحكم اللي اتفقوا عليه، وهو انها تلبس بنطلون ضيق تروح بيه المدرسة. وبيسقفوا لها كل الطلاب انها نفذت الحكم، لكنها بتتعاقب وبترجع البيت وبتبقى مبسوطة بالبنطلون. بس بتشوف والدته وبتخبيه على طول. ومامتها لما بتنظف البيت بتشوف البنطلون وبتفتكر جوزها بيخونها، وبتفضل تزعق معاه. وبعدها بتنزل تروح شغلها، فبتنزل لين وراها وبتشرح لها اللي حصل. وتاني يوم في المدرسة مش بترضى لين تتكلم مع يونج بسبب التحدي اللي عملوه، وبيطلعوا المدرس يحل مسألة على السبورة، لكن مش بيعرف وكل أصحابه بيضحكوا عليه. بعدها بترجع بطلتنا للبيت وبتلاقي أخوها مش لاقي الكلب بتاعه، وبتروح تشوفه عند يونج بس برضه مش بيلاقوه. وبتتفاجئ وقتها ان والدها في عربية مع واحدة تانية، وبتجري وكانت هتعمل حادثة بس يونج بينقذها. وبتتعصب لين عليه وبتقوله ان كل ده بسببه، وبتسيبه تمشي. وبعدها بيجي بابا لين وبتتخانق معاه برضه، وبتقوله ان هو بيسيبهم لوحدهم كتير. وبتروح تتصل بمامتها وبتطلب منها ترجع البيت، بس كلمتها بتقولها انها مشغولة وبتقفل المكالمة. وبتقرر تروح عند جدها علشان تركز في دراستها اكتر. وبيروح لها يونج وبيراقبها من بعيد بس مش بيقدر يكلمها علشان هي لسه زعلانة. وبتمر الايام وبتيجي فترة الامتحانات، وبتفضل بطلتنا تفتكر ذكرياتها مع يونج وبتحس انها مفتقداه. وبتدخل والدة يونج عليه وبتقوله ان المدرب تشين اتصل بيه مرة تانية وعايزه ينضم للفريق بتاعه في جامعة رونج. وبيفضل يونج يفكر. وبعدها بنشوف لين وهي بتنقل شنطتها علشان هتنقل لسكن الجامعة، وبتودع اخوها. وبيعرض عليها اخوها يوصلها، بس بتقوله انها طالبة تاكسي. وبتوصل للكلية وهي مبسوطة. وبنشوف طلبة بيحاولوا يساعدوا قطة فوق الشجرة، وفي نفس الوقت بيظهر شاب وسيم وبيساعدها، وبنعرف ان اسمه وين. وبيتكلموا مع بعض شوية وبيوصلها للسكن بتاعها. وبعدها بتدخل السكن وبتتعرف على اصحابها وبترتب حاجتها في الأوضة. وبعدها بتروح تحضر المحاضرات بتاعتها، وبيعرفهم الدكتور على اشطر طالب عنده وبيطلع هو وين. بعدها بتخرج مع اصحابها يتفسحوا شوية، وبتلاحظ لين ان في ولد مش عارف يضرب القوس، وبتقرر تساعده بس بتحس بالاحراج لانها مش بتقدر تصيب الهدف. وبيجي يونج من وراها وبيساعدها. وبعدها بينادوا اصحابها عليه بس يونج بيشدها وبيقرر يقضي اليوم معاها. وتاني يوم بيجيلها وين وبيوديها مكان مليان قطط، وبتفرح جدا. وبيجيلها مكالمة من مامتها وبتفرح قوي، وبتعرفها مامتها انها شغالة في مستشفى قريبة منها ولو احتاجت حاجة تكلمها على طول. وبعدها بتكلم اخوها وبتطمنه انهم هيتجمعوا قريب، بس بيبقى باين ان هو مش مبسوط وبيقفل معاها. وبنعرف ان هو عنده اختبار دلوقتي، وبيحط مجلة جنب كتب المعلم. وبيجي المعلم وبيوزع الورق وبيقعد يقرأ في المجلة، وبيستغل اخو لين الفرصة علشان يغش، بس المعلم بيكشفه. وبنشوف اخو لين والمدرسة بتزعله وبتقوله ان بالطريقة دي مش هيقدر يدخل الكلية. وبتطلب المعلمة منه تشوف والدته او اي حد من عيلته، فبيقول لها انهم مشغولين، بس المعلمة بتصمم ان مفيش حاجة اهم من تعليمه. وبنشوف يونج في الفريق وبيطلب منه المدرب يبقى قائد الفريق، وبيبقى مش موافق في الاول، بس المدرب بيقول له ان مفيش احسن منه للمكان ده وبيضطر يوافق.
وفي نفس الوقت بتبقى بطلتنا في المعمل وعندها محاضرة تشريح، وبتخاف بنت من الدودة وبتطلع تجري، بس لين مش بتخاف وبتشيلها بكل سهولة. وبنشوف يونج بياكل مع صاحبه وبتبعت له لين صورة الدودة كأول إنجاز ليها، وبعدها بتدخل لين نفس المطعم وبيشاور لها يونج علشان تروح تقعد معاه، وبيذلها وبيقول لها إنها مش هتاكل من الأكل غير لما تقول له كلام حلو، وبتضطر توافق بس بيضحك عليها في الآخر. وبيبقى يونج متفق مع صاحبه يصورها وهي بتقول الكلام ده، ولما بتنفذ كلامه بياخد منها الأكل وبيديلها طبق مش بتحبه، وبيبعت لها الفيديو يهددها إن هي لو ما سمعتش كلامه هينشره على جروب الكلية. وبعدها لين بتكون في المكتبة وبتنام، وبيتصل يونج بيها وبيطلب منها تروح تقابل البنت اللي معجبة بيه علشان هو مش عايز يقابلها، وبيبقى معاها على المكالمة علشان يتأكد إنها مش بتكتب، وبيطلب منها تقول للبنت إنها حبيبته وبتنفذ كلامه. وبتروح لين تقول لاصحابها على اللي حصل، وبيبقوا مستغربين لأن يونج شاب وسيم. وبالليل بتلاحظ لين إن في حد دخل أوضتهم وبتفكروا حرامي، بس بتطلع زميلتها الرابعة في السكن. وتاني يوم بتكون لين في المحاضرة وبيطلب منها يونج تكتب اسمه في الحضور لحد ما يجي، بس لسوء الحظ الدكتور بيكشفها، وبيجي يونج في الوقت ده والدكتور بيزعقله، وبتقعد لين مع أصحابها يلعبوا وبيتحدوا بعض، وكالعادة بتخسر وبيحكموا عليها تاخد حساب واحد من فريق الرماية. وبتروح ليونج بس بيرفض يديلها حسابه وبيحرجها قدام أصحابها، وبتجيب آخرها وبتضربه قدام الكل، وبيصورها الطلاب والصورة بتنتشر على جروب الكلية وبيقولوا عليها شيطانة. وبتضطر تروح الكلية وهي متنكرة، بس بتتكشف والطلاب بيفضلوا يتنمروا عليها. وبتقول لها صاحبتها في السكن إنها عندها فكرة علشان تنتقم منه، بس الأول لازم تحذره. وفعلا بتروح له لين وبتقول له إن في شائعات إني معجبة بيك، علشان كده أنت لازم تنكرها كلها، ومش بيرضى فبتضطر تنفذ خطتها. وتاني يوم بتلزق صورة الحساب بتاعه على ظهره، والكل بيشوف صوره وهو صغير وبيتحرج جدا. وبعدها بتراقبه وهو بيحط هدومه في الغسالة، وبتحط معاهم دبدوب أحمر. ولما بيرجع يونج بيكتشف اللي حصل، وبتبعت له لين رسالة تشمت فيه، وبتروح تقعد مع وين وبتقول له إنها محتاجة فلوس، فبيعرض عليها إنها تقدم على وظيفة في فريق الرماية وهتاخد راتب شهري من الكلية. وفعلا بتروح تقدم، ورغم إنها مش فاهمة أي حاجة بس المدرب بيعجب بشخصيتها. وبعدها بيعرفها المدرب على قائد الفريق يونج إنها تبقى مساعدة الفريق. وبتسمع المدرب في التليفون بيقول إن الفريق لو ما حققش نتيجة كويسة الجامعة هيلغوا الفريق خالص، وبيحذرها المدرب تقول حاجة للفريق علشان ما يحبطوش. وبتفضل تشجعهم وتشغل لهم أغاني، بس للأسف بيجي فريق السلة على الصوت وبيحصل بينهم خناقة. وبيجي المدرب على الصوت وبيعاقب يونج علشان هو قائد الفريق إنه هو يتدرب طول الليل. وبتروح له لين تخفف عنه وبيلعبوا ريست، وبتستغل إن هو مش مركز وبتهزمه. ولما بيسألها عن طلبها بتقول له إنها عايزاه يبقى قائد الفريق على طول، وبيتأثر. وبعدها بتروح لين تزور مامتها في المستشفى، وبتفرح لما بتلاقيها جابت لها الهدية اللي كانت عايزاها. وبتقول لها لين إنها مبسوطة علشان بقت قريبة منها وتقدر تشوفها في أي وقت. وبتتأثر والدتها وبتحضنها، ولما بتخرج من عند والدتها بتتصل بأخوها وبتوعده إنها تعمل اللي عليها علشان والدتها ترجع لهم. ولما بيقفل معاها بيدخل عليه والده وبيقول له إن لين رفضت تاخد الفلوس بتاعته، وبيطلب منه يروح الكلية ويوصلها لها. وبنلاحظ إن هو بيكلم حد على النت وبيطلب منه يتقابلوا، وبيقعد يستنى أخته في الكافيه. وبتيجي زميلة أخته وبيتفاجئ إنها نفس الشخص اللي بيلعب معاها على النت. وبعدها بتقعد لين مع أخوها وبيديلها الفيزا وبيقولها تسامح والدها وبيمشي. وبتروح لين لنادي الرماية وبتسمع واحد من الفريق بيتريق على يونج وبتعلمه الأدب، وبتروح تقابل يونج وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبعدها بترجع للسكن وبيتصل بيها وين وبيطلب يقابلها، وبتلاقي القطة ولدت وبتفرح جدا، وبتفتكر الكلب بتاعها وبتقوله إنها لقيته في الشارع بعد ما مامته ماتت وربته هي، وعلشان كده قررت تدخل كلية طب بيطري. بس الحلو ما بيكملش، وبيقفل عليهم الحارس الباب. وبتتصل بيونج يساعدها وبيجيب الحارس يفتح لهم، بس بيحس بالغيرة لما بيشوف جاكيت وين وبيرجعه له وبيديلها الجاكيت بتاعه. وتاني يوم بيتصل المدرب على يونج علشان مش بيتدرب كويس، وبتروح لين تديله عصير وبتتكلم مع المدرب وبتقترح عليه يعمل منافسة بينه وبين فريق تاني علشان يحفزهم. والمدرب بيعجب جدا بالفكرة، وبيتصل بيها أخوها يسألها عن صاحبتها، فبتقول له لين إنها طالبة متفوقة جدا وشرف كبير ليها إنها شاركت الأوضة معاها، وبيبدأ يرخم عليها فبتضطر تقفل المكالمة. وتاني يوم بيبقى في طالب في ملعب الرماية معجب بلين وبيعرض عليها يوصلها، بس يونج بيخرم له العجلة، وبتضطر لين تجرب علشان تلحق المحاضرة. وبيروح الولد ده يتخانق مع يونج وبيشوفهم المدرب وبيعاقبهم هما الاتنين إنهم يجروا مسافة كبيرة. وبيتصالح يونج مع الولد وبيجري معاهم باقي الفريق علشان يدعموهم. وبتفرح لين لما بتشوف المنظر ده،
بس بيجي فريق كرة السلة وبيفضلوا يتريقوا عليهم، وبتعزمهم لين على الغدا علشان تشجعهم. وبالليل بتفكر ازاي تشجعهم وبتاخد ميكروفون وبتروح عند سكن الشباب وبتقول مميزات كل واحد فيهم. وتاني يوم بيطلب المدرب من يونج يغير طريقته في الرماية، بس بيرفض وبيطردوا المدرب من الفريق. وبتروح لين تخفف عنه، وبيقول لها يونج ان مدربه القديم هو اللي علمه الاسلوب ده، علشان كده مش عايز يغيره لان هو بيفكروا بيه. وبتتأثر لين جدا، وبتروح لين تتكلم مع المدرب وبتقوله يثق في يونج، وبتوريله لوحة الرماية اللي يونج كان بيتدرب عليها وبتقوله يدخله المسابقة. وبيقعد المدرب مع يونج وبيقرر يرجعه قائد الفريق وبيشجعه يدخل المسابقة. وبيتأثر يونج بكلامه وبيفضل يتدرب طول الليل. وبيجي يوم المسابقة وبتحضر لين مع صاحبتها واخوها، وبيوصل فريق يونج والكل بيشجعهم، والفريق التاني بيبقى المستوى قريب جدا من بعضه لحد ما بيلعبوا جولة أخيرة وبيقدر يونج يكسب فريقه وبيفرح المدرب جدا. وبعدها بيعزمهم المدرب على الغدا علشان يحتفل بيهم، وبيطلب منهم يفضلوا مركزين ومحافظين على مستواهم. وبتبقى لين في المطعم مع وين واصحابها، وبيحس يونج بالغيرة وبيروح يتكلم معاها وبيعتذر لها على اللي حصل أيام الثانوية. فبتقوله لين إنها سامحته من زمان، وبيديلها المفتاح علشان تجرب عجلته الجديدة. وبتفرح جدا وبتفضل تلف بالعجلة لحد ما بتتوتر وبتقع، وبيساعدها يونج. ولما بيرجع السكن بيسأله صاحبه إذا كان اعترف لها بحبه ولا لأ، فيونج بيقوله إن هو خايف ترفضه، وبيشجعه صاحبه يعترف لها. وبيقرر يعزمها على الغدا بكرة، وبتوافق وبتفضل ترخم عليه، وبتسأله عن نوع البنات اللي بيحبها وبيرفض يقول لها، فبتاخد طبق الأكل من قدامه وبتمشي. وبيفتكر إنها بتسأله علشان أعجبت بيه. وتاني يوم بتنزل لين بعد ما طولت شعرها علشان تقابل وين، وبيروحوا المكتبة وبتفضل بصاله وباين إنها معجبة بيه، وشعرها بيفضل يطير بس بيطلع باروكة في الآخر. وبيقول لها وين إن شكلها حلو سواء بشعر الطويل أو القصير، وبيطلعوا مع بعض وبيقضوا وقت لطيف سوا. وبيحاول وين يقرب منها بس بيشوفهم يونج وبيعرف إنها كانت بتسأله علشان يخرج مع وين، وبيزعل وبيتريق على شكلها وبيمشي. وبيرجع للسكن وهو متضايق وبيفتكر ذكرياته في المدرسة الثانوية، وبيقرر يعزمها على الغدا علشان يقرب منها من تاني. وبتوافق وبيديلها يونج الكارت ده، وبتستغرب ان هو بيعاملها كويس بس بيقوله تعتبرها هدية عيد ميلادها. وبعدها بتروح لين تقابل والدتها وبتطلب منها تتعشى معاهم يوم عيد ميلادها، وبتوافق مامتها. وتاني يوم بتصحيها صاحبتها علشان يروحوا رحلة للمزرعة، ولما بيوصلوا بيفضلوا يتصوروا مع الحيوانات، وبتوقع موبايلها من غير ما تاخد بالها. وبيشرح لهم وين ازاي يتعاملوا مع الحيوانات. وبتقرب لين من المعزة وبتركبها، ولما بيركبوا الاتوبيس بتفتكر لين انها وقعت التليفون بتاعها، وبتروح تجيبه بس بتوه ومش بتعرف ترجع. ولحسن الحظ وين بيبقى موجود، وبيقول لها ان السواق راح محطة البنزين ولازم يحصلوهم ويركبوا الجرار. وبتنبسط من منظر السما، بس للأسف السواق بيخبط خروف صغير من غير ما ياخد باله. وبتنزل لين ووين يطمنوا عليه وبيعالجوه، وبيقولوا للمزارع يوديه العيادة بكرة، وبيكملوا طريقهم. وبتروح للمستشفى بعدها علشان تشوف مامتها، بس صاحبة مامتها بتقول لها انها مش بتبات في المستشفى وبترجع البيت. وبتتصدم لين وبتقعد حزينة، بس بتتصل بيها مامتها بعد كده وبتقول لها انها نقلت سكن بره ونسيت تقول لها. وبتروح لوين وهي مبسوطة، وبيقول لها وين ان مدير محل الحيوانات الأليفة عامل لها مفاجأة ووافق تشتغل معاهم. وبتبدأ لين أول يوم شغل ليها وبتفضل تنظف للحيوانات، بس بترتكب أخطاء كتير جدا. وبتقول لها المديرة ان مش معنى انها جاية عن طريق ابن الرئيس يبقى تكون مستهترة. وبتستغرب لين وبنعرف ان صاحب المحل يبقى والد وين، وبتقرر تديلها فرصة تانية بس بتغلط وبتهزقها المديرة مرة تانية. وبيجي وين على الصوت وبتحس لين بالإحراج وبتقرر تمشي، بس وين بيلحقها وبيقول لها إن أول مرة جه فيها هنا حس بنفس شعورها، بس عارف إن هو هيبقى دكتور وهيتعامل مع الحاجات دي، وبيقرر يساعدها في الشغل. وتاني يوم بتعرف لين إن المديرة في أجازة، وبتستغل الفرصة وبتروح تحط أكل للحيوانات وتعتني بيهم، وبيساعدها كمان وبيفضل باصص لها، وواضح إن هو كمان أعجب بيها. ولما بتلاحظ ده بتتوتر وبتجرح نفسها بالغلط، وبياخدها وين العيادة علشان يعالجها. وبيجي يونج وهو متعصب جدا وبيفضل يزعق له، وبتسمعهم لين وبتفرح ان هو خايف عليها كده، وبيتمشوا مع بعض للسكن. وبعدها بتروح لين تزور مامتها، ولما بتعرف انها جرحت نفسها بتزعق لها جامد وبتقول لها تاخد بالها. وبنشوف اخو لين وهو بيحاول يتكلم مع صاحبة لين ويظبط معاها، وبيقول لها ان هو خلص الكتب اللي رشحتها له كلها وكل زمايله عايزين يقرأوها. وبتقرب لين اكتر من البنت اللي اخوها معجب بيها، وبتعرف انها من نفس مدينتهم، وبيتفقوا يرجعوا مع بعض في ليلة رأس السنة. بس لين بتقول لها انها هتفضل هنا علشان اخوها وابوها جايين. وبيروح صاحب يونج يقعد معاه وبيقول له
إنهم هيروحوا التدريب الشتوي ولازم يعترف بحبه للين في أسرع وقت. وبتروح البنت المعجبة بيونج وبتطلب منه يسأل لين لو هترجع معاها في القطر علشان أول مرة تركبه، وبيتصل يونج بيها وبيلاحظ وجود وين جنبها وبيتضايق جدا. بعدها الكلب اللي في المحل بيجري من وين وبيزعق لها أبو وأم وين علشان لسه جديدة ومش فاهمة النظام، وبتسيبهم لين يتكلموا مع بعض. وبتجيلها اتصال من والدتها بتقول لها إنها مش هتقدر تقضي معاها ليلة راس السنة، وبتبص على وين وعيلته وهي حزينة. وبتروح لسكن يونج وبتتفاجئ إن هو عنده تدريب شتوي ومش هيرجع معاها، وبتحاول تتكلم معاه بس بيصدها وبيقول لها تروح لوين حبيبها، وبتتضايق وبتسيبه تمشي. وتاني يوم بتروح لين لمامتها وبتتفاجئ بصورتها مع راجل تاني، وبتقول لها مامتها انهم اتطلقوا من 10 سنين بس مرضوش يقولوا لهم علشان مستقبلهم. وبتخرج وهي حزينة وبتفضل تلف في المدينة، وبيروح لها يونج وبياخدها معاه للفندق علشان بتبقى سكرانة وحالتها حالة، وبيسيبها تنام في الأوضة وبيفضل مراقبها وهي نايمة. وتاني يوم بتصحى لين من النوم على مكالمة من أخوها وبيقول لها إنهم قلقانين عليها جدا، ومش بترضى لين تقوله إن أبوها وأمها اتطلقوا، وبتقفل معاه وبتلم حاجتها من الأوضة وبتمشي. بس بيطلع يونج من الأوضة التانية وبيقول لها تستناه وبيروحوا ياكلوا مع بعض، وبتحكي له إن أهلها اتطلقوا وكان كل حلمها إنها تعيش في أسرة عادية، وبيتأثر بكلامها وبيحاول يخفف عنها. بعدها بتروح لين لمحل الحيوانات وبتقابل وين وبتقوله إنها تاخد أجازة ومش بترضى تقوله سببها، وبيوصلها يونج البيت. ولما بتدخل مش بترضى تتكلم مع أي حد وبتدخل أوضتها، وبيدخل وراها والدها وبيعرفها إن الكلام ده كله حقيقة وإنهم عملوا كده علشان كانوا صغيرين. فبتطلب منه لين إنه يسيبها لوحدها. وتاني يوم بيبعت لها يونج رسالة إن هو في التدريب ولو احتاجت حاجة تكلمها، وبيدخل أخو لين يقعد معاها وبتتفاجئ إن هو كان عارف بس مرضيش يقول لها علشان ما تزعلش. وبتقعد مع أخوها ووالدها يحتفلوا بس بتبقى مفتقدة والدتها، وبتاخد موبايلها تبعت لها رسالة وبتتفاجئ إن يونج بعت لها رسالة يهنيها بالسنة الجديدة وإنهم هيتقابلوا في مدينة رونج. وبيبعت أخو لين رسالة لصاحبة لين وبيهنيها بالسنة الجديدة، وبتبقى بتحتفل مع والدتها وبتقول لها والدتها إنها ما بقتش حاسة بالوحدة. وبتتأثر البنت جدا، وبنشوف الولد ده من فريق الرماية بيحتفل مع حبيبته وبيكلمها فيديو وبيصور لها الألعاب النارية. وفجأة بتسمع لين صوت الألعاب النارية قدام بيتها وبتستغرب جدا، وبتبص تحت البيت بتلاقي صديقها يونج جه تحت البيت وعمل لها مفاجأة وبيبعت لها رسالة بيتمنى لها سنة سعيدة وتحقق كل اللي بتتمناه، وبتبعت له هي كمان وبتهنيه بالسنة الجديدة. وبيفضل يونج واقف تحت بيتها وهو بيبتسم ومبسوط. وتاني يوم بتبعت ليونج رسالة يجيب لها أكل علشان مش عايزة تاكل الأكل بتاع امبارح. وبيرن الجرس وبتبص من العين السحرية بتلاقي مامتها اللي على الباب، وبتبقى جايبه لها أكل بس لين مش بترضى تاخد الأكل منها ولا تفتح لها الباب. وبيجي يونج وبيقابل مامتها في الشارع، وبتقرر مامتها تتكلم معاه شوية يمكن يحنن قلب بنتها، وبتشرح له ليه هي وباباها خبوا الطلاق عنهم وإن بنتها محتاجة حد يخفف عنها ويسمعها. وبيوعدها يونج إن هو هيعمل كده فعلا. وبيروح لها يونج بعدها عند البيت ومعاه الأكل وبيهتم بيها، وبعدها بيخرجوا مع بعض وبيركبوا الأتوبيس. وبتفضل لين سرحانة وبيقفل لها يونج الشباك علشان ما تبردش، وبياخدها معاه بيته علشان عيلته يهتموا بيها، وبتشوف ذكرياتهم مع بعض وبتتأثر جدا. وبيدخل يونج في نفس الوقت وبيقول لها إن هو يفضل على طول جنبها وعمره ما هيتخلى عنها، وبيبقى عايز يعترف لها بحبه بس لين بتقطعه وبتقوله هي عارفة إن هو قابل مامتها. وبيتوتر يونج جدا وبيروحوا لمحل ايس كريم علشان يفرحها ويغير نفسيتها. وطبعا بطلتنا مش بتتوصى وبتطلب 5 ايس كريم مرة واحدة لوحدها، بس يونج بيقول لها ان هو اللي هيحاسب، فبترجع في كلامها وبيجيب واحدة ليهم هما الاتنين وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبعدها بترجع سكن الجامعة وبترتب حاجتها، وبعدها بتروح شغلها في المحل وبيستقبلها وين، وبيدخل زبون المحل وهو بيكلم مراته في التليفون وبتطلب منه اكل للكلب بتاعها. وبعد ما الراجل بيقفل المكالمة بيبقى حزين جدا وبتسأله لين ايه المشكلة، فبيقول لها ان مراته في المستشفى والكلب بتاعها للأسف مات وهو مش راضي يقول لها علشان ما يأثرش على نفسيتها. وبتتأثر بطلتنا جدا وبتفكر في اللي مامتها عملته لما خبت عليها وكانت مش عايزة تجرحها، وبتفضل تلعب بعجلة يونج صديقها وبيحاول يونج يلعب معاها بس بيقع على كتفه وبيمثل ان هو اتصاب. وبطلتنا بتاخده على المستشفى تطمن عليه، وبيبعت يونج لمامة لين انهم في المستشفى. وفي اوضه الكشف بيقول له الدكتور ان كتفه سليم، وبيتحرج يونج جدا وبيقول له الدكتور ان هو حاسس ان كتفه وجعه، فبيقول له الدكتور يعمل اشعه تانية علشان يتاكدوا. المهم وهم طالعين بيقابلوا ماما لين وبيمثل يونج انها صدفه وبتعزمهم على الغدا، بس بيقرر يونج يسيبهم لوحدهم وبيمشي. وفي المطعم بتقول لها مامتها انها تفضل تحبها مهما حصل وبتطلب منها انها تسامحها، لكن لين بترفض تسامحها وبتقرر تسيبها وبتمشي وبترجع للسكن. وبيكلمها يونج يطمن عليها
وبتسأله بتحب الأبيض ولا الوردي، وبعدها بتحط كل طاقتها في المج وبتكسره. وبعدها بتقابل يونج وبيروحوا يشتروا مج مع بعض بدل اللي كسرته، وبتحاسب هي عليه، فبيستغل يونج الفرصة وبيختار مج هو كمان. وبترجع للسكن وبتلاقي صاحبتها منهارة على المج اللي اتكسر، فبتهديها لين وبتشرح لها انها عملت كده علشان كانت زعلانة، وبتدي لها المج الجديد اللي اشترته. وتاني يوم بتروح المحل وبتفضل تلعب مع الحيوانات، وبتبقى المديرة مبسوطة منها علشان بدأت تهتم بشغلها. ولما بترجع للسكن بتقول لها زميلتها انها كسرت المج اللي اشترته علشان هي معجبة بيونج وهو مش معبرها، وبتطلب منها تساعدها علشان تقرب منه، بس لين بترفض وبتسيبها وتمشي. وبعدها صاحب يونج بيتصل بحبيبته وبيطلب منها يتقابلوا على السطح، والكل بيفكروا عايز ينتحر وبيحاولوا يرجعوه عن قراره. بس بتتفاجئ حبيبته لما بتلاقيه بيقدم لها سلسلة وبيطلب منها الجواز وبتوافق على طول، والكل بيفرح علشانهم. وبيتشجع يونج هو كمان وبيجيب لها ورد وبيطلب يقابلها وبيعترف لها بحبه، بس بيطلع كل ده حلم اصلا. وبتصحى من النوم مفزوعة، وبيجي لها اتصال من وين وبيقول لها ان في كلب هرب وبينزلوا يدوروا عليه. وبعد شوية بيلاقيه وين وبتفرح لين جدا وبتحضن الكلب، وفي الوقت ده مش بيقدر وين يخبي عليها اكتر من كده وبيعترف لها بمشاعره. بس لين بتصدمه انها معجبة بحد تاني وبيتفقوا انهم يفضلوا صحاب. وبالليل بتفضل لين تفكر ازاي تلفت انتباه يونج وتخليه يعجب بيها، وبتفضل تدور على النت كأنها بتذاكر. وبتدخل عليها زميلتها في الوقت ده وبتدي لها مج جديد بدل اللي كسرته، وبتطلب منها لين تعلمها ازاي تحط ميك اب. وبيدخل باقي اصحابهم وبيفرحوا انهم اتصالحوا، وبيفضلوا اصحابها يختاروا معاها الهدوم، بس مش بيبقى عندها اي فساتين ولا اي لبس بناتي. فبتسلفها واحدة فيهم طقم من عندها وبتروح تقابل يونج في نادي الرماية، وبيتفاجئ انها اول مرة تحط ميك اب. وبتفرح لين ان هو واخد باله، وبتسأله ان كان شكلها حلو، بس كالعادة بيرخم يونج عليها وبتبقى عايزة تضربه، بس بتمسك نفسها بالعافية وبيديلها الجاكيت بتاعه. وبتروح معاه للمكان اللي بيتدرب فيه وبتشجعه، بس بيتضايق يونج من تشجيعها الزيادة وانها احرجته وسط اصحابه، وبيقولها تمشي وبتديله الجاكيت بتاعه وبتمشي. وبيلوموا كل اصحابه على تصرفه معاها. وتاني يوم بتروح لمحل الكلاب وبتتفاجئ باخوها هناك ومعاه وين وبيشجعها ترتبط بيه، بس لين بتقوله ان يونج احسن منه. وبالصدفة البحتة البطل بتاعنا بيبقى موجود وبيسمع كل الكلام الحلو اللي قالته عليه، وبيطلعوا يتغدوا كلهم مع بعض. وبتفضل بطلتنا تضرب في اخوها علشان ما قالهاش ان يونج موجود. واخر اليوم بتودع اخوها وبتقوله ياخد باله من مذاكرته. وبعدها بتعرف لين ان عيد ميلاد يونج قرب وبتشتري له تورته، وبتروح السكن بتاعه وبيمثل يونج ان هو نايم، وبتفضل بطلتنا ترسم له على وشه. وبيبقى يونج عايز يصحى ينتقم منها، بس بيتمالك اعصابه وبيقوم يغسل وشه. وبيخرج وبيلاقيها حضرت التورته وبيعترف لها بحبه في اللحظه دي، وبيطلب منها تكون حبيبته. فبتقول له لين ان امنيته اتحققت خلاص، بس بيدخل اصحاب يونج في الوقت ده ولين بتتحرج جدا. وتاني يوم بتلبس وبتتشيك وبتنزل تقابل يونج وبيتمشوا مع بعض وهما فرحانين. وبتقول له لين انها حاسه انها في حلم، فبيحضنها يونج علشان يثبت لها ان ده حقيقه مش حلم. وبترجع للسكن وهي طايره من الفرح، وبياخدها وبيروحوا حديقه الحيوان. ولما بتشوف الحيوانات محبوسه بتزعل جدا. المهم بيتمشوا مع بعض تحت المطر وبيتصوروا سوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبيركبوا القطر علشان تقابل لين عيلته بعد ما ارتبطوا ببعض، وبيستقبلوها وهم فرحانين جدا. وبتقول لها ماما يونج انها بتعتبرها زي بنتها. المهم بتدخل اوضته وبتلاقيه حط الصورة اللي اتصوروها مع بعض تحت المطر، وبتحط صورتهم القديمة جنبها. وبالليل بيروحوا محل كانوا متعودين يروحوا سوا، وصاحبة المحل بتفتكرهم وبتجيب لهم المكرونة اللي كانوا متعودين يطلبوها. وبيتمشوا مع بعض وبيمسك يونج ايديها وبيدي لها هدية، وبيقول لها انها مش هتقدر تفتحها غير بكلمة سر، وهيقولها لها في الوقت المناسب. وبعدها بيركبوا مع بعض الاتوبيس علشان يروحوا مكان تاني، وبترخم عليه لين وبترفض تخليه يقعد جنبها، بس بعدها بتنام وبيفضل يونج ساندها طول الطريق. وبعدها بيروح يقعد جنبها وبيخليها تنام على كتفه وبتحس بالأمان. ولما بيوصلوا بيتفرجوا على الألعاب النارية مع بعض وبيقضوا وقت لطيف سوا. وبتروح السكن بعدها وبيفضلوا أصحابها يزنوا عليها علشان تحكي لهم عملت ايه في خروجتها مع يون. وبيرن عليها رقم مجهول ومش بينطق ولا بيقول كلمة واحدة. وبعدها بيقفل السكة وبتتريق عليها صاحبتها وبتقول لها ان اكيد الساحرة جاية علشان تنتقم منها. وفي نفس الوقت بيبقى اخو لين قاعد بيمتحن في المدرسة وبيقدر ان هو يحل كويس قوي، وبيجيله جواب وبيعرف ان هو اتقبل في جامعة رونج، ودي نفس الجامعة اللي فيها اخته. وبيسافر لها المدينة وبتعزمه على الاكل علشان تحتفل معاه. وبيكون يونج معاها وبيقول لها اخوها ان هو مستني حد، وبتيجي زميلته في السكن اللي بيحاول يلفت انتباهها وبتقعد معاهم وبيشكرها ان هي جت لان هي كانت السبب في تفوقه بسبب نصايحها.
وبيروح معاها لمكان سباق الموتوسيكلات، بس بتحصل حادثة وبتقع من على الموتوسيكل، وللأسف بيقول لهم الدكتور إن الحالة خطيرة وممكن ما تعرفش تمشي مرة تانية. وبتفوق البنت وبتعرف الكلام ده وبتتصدم، ولما بتعرف لين بتزورها وبتحضنها وبتحاول تخفف عنها، وبتطلب من أخوها يخلي باله منها. وبتروح لين تودع يونج علشان عنده بطولة مهمة، وبتقول له لين إنها متأكدة إن هو هيكسب، وبتشجعه. وبعدها بيركب يونج الأتوبيس وبيفضل يشاور لها، ولما بيوصلوا بيجمعهم المدرب وبيقول لهم إن المرة اللي فاتت هم رفعوا راسه، والمرة دي هو عايزهم يرفعوا راسه مرة تانية في النهائي. وبيتكلم مع يونج بشكل مخصوص وبيقول له إن هو حاطط آمال كبيرة عليه، وبيبقى مشارك في النهائي عدد كبير جدا من الفرق. وبتبدأ المباراة وكل فريق بيضرب بالأسهم، واللي بيجيب أقل النقط بيخرج من الجولة كلها. وبتبقى لين بتتفرج عليهم من خلال البث المباشر، وبيبقى يونج وصل للمباراة النهائية، وبتعرف لين إن هو بيلعب قائد الفريق اللي لعبوا مع بعض قبل كده. وبتقلق جدا، وفعلا بعد تعادل كتير جدا في المباراة بيقدر يونج يكسبه. وبتتصل لين بيه وبتهنيه على فوزه، وبيروح المنافس اللي كان بيلعب معاه يسلم عليه وبيعترف بموهبته الكبيرة. بس رغم كده يونج بيفضل قلقان وبيتدرب لوحده، وبيقول للمدرب يستريح علشان يقدر يكمل باقي البطولة. وتاني يوم بتبدأ المنافسة الجماعية، وبيبقى متوتر وساكت، وبيلاحظ صاحبه ده وبيسأله، بس يونج بينكر ومش بيرد عليه. وبتبدأ الجولة الأولى وكل الفرق بتستعد وبتضرب بالأسهم، وبيكون فريق يونج متقدم وبيجي الدور عليه، وبيبقى المفروض ان هو يصيب الهدف، بس للأسف بيحس بالدوخة مرة تانية وايديه بتفضل تترعش وبيفشل يصيب الهدف. وبيتصدم الكل من اللي حصل، لان يونج يعتبر احسن لاعب في الفريق وعمره ما فوت ولا هدف. وبيروح صاحبه وراه وبيفضل يلح عليه علشان يقول له ماله، بس يونج بيقول له ان هو مش عايز يتكلم في اللي حصل. فبيقول له صاحبه ان مفيش غير هما الاتنين اللي موجودين، لكن يونج بيفضل ساكت. وبيجي قائد الفريق المنافس وهو زعلان علشانه، وبيقول له ان هو كان بيفكر يلعب معاه جولات تانية. ولما بينزلوا من الاتوبيس بتبقى لين مستنياهم وبتبارك لهم على المكسب، بس محدش من الفريق بيرد عليها. وبتستغرب لين جدا وبتعرف من صاحبتها اللي حصل من يونج. وبعدها بيتدرب يونج في ملعب الرماية، بس بيحس ان هو مش قادر يشوف الهدف وعينيه مزغللة، وبيرمي القوس على الارض. ولما بيدخل اوضة تغيير الملابس بيروح الفريق وراه وبيطلب منه يفسر اللي حصل، بس يونج مش بيقدر يقول لهم على اللي هو بيمر بيه، وبيقول لهم ان هما دايما بيحسسوه بالضغط ومحدش منهم قدر يوصل لمستواه. وبيقول لهم ان هو خلاص هيعتزل، وبيتصدم الكل من الكلام ده، وبيرمي صاحبه الأسهم على الأرض وبيقول له إن هو ما يستحقش يبقى قائد الفريق. وبتعرف لين اللي حصل وبتروح تقعد معاه وتواسيه، وبتحاول تتكلم معاه علشان تعرف السبب، بس للأسف يونج بيبقى حزين جدا ومش عارف يشارك أي حد حزنه. وبيقول لها إنه قرر يعتزل علشان يركز في دراسته. وبعدها بتتمشى لين معاه وبتسأله ناوي يعمل إيه بعد التخرج، وإذا كان عايز يكمل في الرماية. بس يونج بتعصب عليها وبيقول لها ما تجيبش السيرة دي تاني، وبيسيبها وبيمشي. وبيروح يونج المكان المعزول من الجبل، وبيحاول يتدرب على الرماية، بس للأسف بيفشل يصيب أي هدف. وبيروح للمدرب وبيفضل يسأل عليه كل أهل المنطقة لحد ما بيعرف مكانه. ولما بيدخل الكوخ بتاعه بيلاقي اللوح على الأرض، وبيعرف إن هو معرفش يصيب أي هدف. وبياخد المدرب القوس والأسهم وبيقول له يجي وراه، وبيحدد له هدف بعيد جدا، ولما بيجرب بينجح إن هو يصيبه. وبيقول للمدرب إن هو عنده خوف من لوحة الرماية بسبب الضغط، وإن هو محتاج إعادة تأهيل نفسي ومستعد يخليه يسافر بره. وبيقول له يونج إن هو هيفكر في كلامه. وفي نفس الوقت بتبقى لين بتذاكر في المكتبة، وبيرن عليها يونج يطمن عليها، وبتعرض عليه لين إنهم ياكلوا سوا. فبيوافق يونج وبيقول لها إن هو مستنيها عند المدخل، وبتبقى لين مبسوطة جدا وبتجري عليه تحضنه، بس هو بيصدمها وبيقول لها إنه محتاج يتدرب بره. وبتزعل منه وبتقول له هو أنا وحشة للدرجة دي؟ رحت اتدربت في الجبال من غير ما تقولي، ودلوقتي عايز تسافر بره؟ وبتتهمه إن هو زي والدتها. وبيفكر في نفسه بس وبيسيبها وقت ما هو عايز، وبتقرر تنفصل عنه وبتسيبه تمشي. وبيقعد يونج في الملعب لوحده، وبيقرر يروح يكلم المدرب وبيقول له إن هو مش عايز يسافر. وبيحاول المدرب يقنعه ما يتخلاش عن حلمه مهما حصل، بس يونج بيقرر يفضل جنب لين لأن والدتها سابتها وهي طفلة، وده سبب لها أذى نفسي كبير، وإن هما هينفصلوا أكيد لو قرر يمشي. فبيقول له المدرب إن هو فاهم اللي بيقوله، بس لازم برضه يفكر في نفسه، وإن هو لو اتخلى عن الرماية وواقف حياته هنا كل اللي اتدرب عليه لسنين هيروح هدر. بس يونج بيقول له إن هو خد قراره خلاص. وبتروح لين تزور صاحبتها في المستشفى، وبتلاقي أخوها هناك وبيحاول يتكلم معاها، وبيقول لها إنها لازم تبص للمستقبل، وإن هو بعد الحادثة الخاصة بحبيبته سواء هي هتكون معاه أو في مكان تاني طالما هي سعيدة ومبسوطة وبصحة كويسة هو هيكون راضي، وإن هي لازم تسيب حبيبها يحقق أحلامه. بس برضه لين بتصر إن هو يفضل جنبها
وإن هي هتعتني بيه حتى لو كان مريض. وبالليل بتفضل تتمشى وبتفكر في كلام أخوها، وبتعرف إن كل كلامه صح، وبتجيلها صاحبتها وبتقول لها إن في حد عايز يشوفها. ولما بتروح لين بيتكلم معاها المدرب وبيحكي لها كل حاجة عن مرض يونج اللي خلاه مش قادر يصيب الهدف، وبيديلها المنظار علشان تشوف اللوحة بتاعته، وبتتفاجئ إن هو مش عارف يصيب ولا هدف، وبتتأثر وبتحس بالذنب علشانه وبتفضل تعيط. وتاني يوم بتستناه لين تحت السكن بتاعه وبتاخده وبيروحوا المطعم، وبيتفاجئ إن صاحبه شغال هناك، وبتسيبهم يتكلموا مع بعض، وبيقول له صاحبه إن أبوه خسر كل فلوسه وما بقاش قادر يدفع مصاريف جامعته، وإن بطولة الرماية كانت أمله الوحيد علشان ياخد منحة، ولما خسروا اضطر إن هو يشتغل أي حاجة علشان يجيب فلوس. وبيتأثر يونج جدا، وبيشربوا مع بعض وبيروحوا ملعب الرماية، وهناك بيوعد يونج صاحبه إن هو هيرجع للفريق من تاني وهيحقق حلمه. وبيسأله صاحبه قائد الفريق المنافس قالك ايه يوم ما خسرت، وبيقوله ان هو سمع كلامه مع حبيبته من غير ما يقصد، وانهم متشابهين والكل متوقع منهم توقعات عالية بس خسر في النهاية. فبيقول له يونج ان دي مجرد مباراة واكيد هيعوضها قدام، بس قائد الفريق بيقول له ان هو بيستعد للمباراة دي من 3 سنين وما ينفعش يخيب ظنه مرة تانية. وبيشرب صاحب يونج كتير وبيترمي على الارض من كتر التعب، وبتجيله حبيبته وبيقرر يونج يسيبهم لوحدهم، وحبيبته بتقوله انها هتفضل جنبه وبتحضنه. وبيروح يونج يقابل لين وبيتمشوا مع بعض تحت المطر، وبتعتذر له لين ان هي كانت انانية معاه، وبتطلب منه يسافر ويتعالج من مرضه وهي هتستناه. وتاني يوم بيقول يونج للمدرب ان هو هيسافر بعد التخرج، وبيفرح المدرب وبيقول له ان هو واثق ان حياته هتتغير وهيرجع احسن من الاول. وبعدها ام يونج بتحضر له الشنطة وبتقول له انها فخورة بيه وهتفضل تدعمه. وبتروح لين لبيتها وبتلاقي صندوق غريب، ولما بتفتحه بتلاقي فيه جوابات من باباها لمامتها، ولما بتقرأها بتعرف قد ايه باباها كان بيحب مامتها وبيدعمها في شغلها وبيتمنى ان هي تنجح، وكان بيحاول ما يحسسهمش بأي حاجة، وبيقوم بدور الأب. والأم بتتأثر جدا، ولما بيدخل والدها عليها بتحضنه وبتعترف له انها بتحبه. ولما بيجي ميعاد رجوعها للسكن بتودعه وبتقوله انها قررت تعيش في مدينة رونج بعد التخرج، وبتطمنه انها هتكون كويسة وما يقلقش عليها وهتيجي تزوره كل اسبوع. وبتمشي مع يونج وهي بتفتكر كل ذكريات والدها وقد ايه كانت قاسية معاهم، وبتشكره ان هو كان دايما موجود علشانهم وضحى بسعادته علشان يربيهم. وبيجي ميعاد التخرج وبتحتفل لين معاه وبتوعده انها هتذاكر كويس في اخر سنة ليها، وبتودعه وهي فرحانة وفخورة بيه. وبيروح اخوها للمستشفى علشان يزور حبيبته، وبيجيب لها هدوم التخرج بتاعتها وبيلبسها لها، وبيكلمها لين وباقي اصحابها فيديو كول وبيهنوها بالتخرج. وبعدها بيدخل عليهم الدكتور وبيقول لها انها بقت كويسة وهتفك الجبس قريب. بعدها بتحتفل لين مع يونج بمناسبة التخرج وبتديله هدية، وبتبقى عبارة عن سلسلة. وبيجي فريق الرماية مع المدرب بعد ما عرفوا حقيقة مرض يونج، وبيوعدوه انهم هيستنوه لما يرجع، وان هو هيفضل قائد الفريق ومحدش هياخد مكانه. وبيتأثر يونج بكلامهم وبيتجمعوا كلهم اخيرا. وبعدها بيتمشى مع لين وبتسأله من امتى وهو معجب بيها، فبيقول لها يونج ان هو حبها من اول يوم شافها فيه، وكان بيضايقها علشان شكلها حلو وهي متعصبة. وبيقضوا وقت لطيف مع بعض. وبيجي ميعاد سفر يونج وبتودعه لين، وبتقول له ياخد باله من نفسه ويطمنها اول ما يوصل، ومش بترضى تعيط قدامه علشان ما يتضايقش ويفضل فاكر وشها وهي بتضحك. ولما بيوصل للسكن بيلاقي لعبة صغيرة لين كانت حطاها من غير ما هو ياخد باله علشان يفضل فاكرها. ولما بيقابل المدرب النفسي بيقول له يسيب القوس وهو هيبدأ معاه تدريب من دلوقتي، وبيخليه يجري علشان لياقته البدنية تتحسن. وبالليل بيرجع يتكلم مع لين، وبيعرف انها بتحاول تلاقي وظيفة كويسة بس محدش راضي يشغلها علشان هي لسه ما عندهاش خبرة. بس يونج بيشجعها ما تستسلمش وانها قريب هتلاقي وظيفة كويسة هتناسبها. وبتسأله لين عن حاله، فبيقول لها ان المدرب ما خلاهوش يمسك القوس اليومين اللي فاتوا، وان هو قال له على واحد نظره ضعيف جدا بس قدر يكسب بطولة الرماية، وان الرماية مش بتعتمد على النظر بس وبتتعلق بمشاعر الشخص، وان هو هنا علشان يطور عقله وجسمه. والوقت بيتاخد وهما بيتكلموا، وبيقول لها ترجع البيت دلوقتي وبيقفلوا المكالمة. وبترجع بعدها لين للسكن وبتبقى عاملة قايمة بأسماء المستشفيات اللي في المدينة، وبتقرر تروح بكرة للمستشفى هارموني وبتتفرج على صورها مع يونج. بس فجأة والدها بيرن عليها وبيقول لها ان هو سمع انها عايزة تشتغل في مستشفى بيطري، وبيقول لها ان هو جاب لها التدريب في مستشفى جنبهم. صحيح الاجر مش ثابت بس احسن من المرمطة وهتكون جنبه وبياخد باله منها. فبتطمنه لين ان هي عارفة هي هتعمل ايه بالظبط، وبيقول لها تتصل بامها علشان عايزة تكلمها. وبتكلمها لين وبتروح تقابلها فعلا، وبتطلب لها مشروب وبتسألها عن يونج. فبتقول لها لين ان هو سافر للعلاج ومش عارفة هيرجع امتى. وبتقول لها مامتها ان هي ممكن تكون بتلومهم على انهم اتطلقوا، بس ده افضل من ان هما يعيشوا مع بعض ويفضلوا يتخانقوا.
وإنها لازم تسيب يونج علشان هو رياضي وحياته بتعتمد على عمره ومش عنده وظيفة ثابتة. فبتواجهها لين إنها كانت دايما خايفة بسببها، وبتتوسل ليها تسيبها في حالها وهي تقدر تهتم بنفسها وتحل مشاكلها، وإن يونج هو اللي وقف جنبها وهي عمرها ما هتسيبه أبدا. وبتفضل تجري بعدها وبتقعد لوحدها وبتفضل تعيط، وبتتصل أم فانج بطليقها وبتشكره إن هو ربى أطفالها بشكل كويس طول السنين اللي فاتت، وإن لين بنت كويسة مش أنانية زيها. وبعدها بتقفل المكالمة على طول، وبعدها بترجع لين للسكن وبتأكلها صاحبتها شوكولاتة علشان تخفف عنها. وبعدها بيجيلها اتصال من مستشفى كانت مقدمة عليها إنها اتقبلت أخيرا، وبتفرح جدا وبتحس لين إن أخيرا الحظ ابتسم لها. وتاني يوم بتروح المستشفى وبترحب بيها ممرضة هناك، وبتديلها بطاقة عليها اسمها وبتركبها لين بكل سعادة. وبتروح تدور على سكن قريب من شغلها، وبتاخد الكلب بتاعها علشان يعيش معاها. وتاني يوم بتبدأ شغل في المستشفى، وبتتعامل مع أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة، وبتبقى فرحانة إنها بتعمل الحاجة اللي بتحبها. وفي نفس الوقت بيبقى بطلنا بيتدرب على القوس وبيحاول تاني بس بيفشل إن هو يصيبه، وبيحس بالإحباط وإن هو مش عايز يكمل. وبيروح للمدرب يتكلم معاه وبيطلب منه ما يستسلمش، وإن هو لازم يخلص تمارين اللياقة وبعدها يجرب تاني. وبيكلم لين فيديو كول وبيقول لها إن هو حاسس بالإحباط، بس لين بتشجعه يكمل وبتقول له إنها واثقة فيه. وبيعيط يونج من كلامها، وبتجيلها بنت وبتقول لها إن قطتها تعبانة، بس لين بتقول لها إنها لسه متدربة ولازم تستنى الدكتور. لكن البنت بتترجاها تفحص القطة قبل ما تموت، وبتضطر لين تفحص القطة وبتكتب لها علاج وحالة القطة بتتحسن شوية. وبتقول لها لين إن القطة هتفضل تحت الرعاية، وبتحس لين بالتعب وبترجع للبيت وبتبقى درجة حرارتها مرتفعة. وبيروح أخوها يطمن عليها وبيعمل لها كمادات، وبيتصل بيها يونج ومش بترضى تقوله إنها تعبانة علشان ما يقلقش عليها، بس يونج بيحس بيها وبيطلب منها تستريح. وبعدها بتقرر لين تكلم مامتها وبتطلب منها تزورها وتطبخ لها زي زمان، وبتوافق مامتها وبتروح لها على العنوان اللي هي بعتاه، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وبتقول لها لين إنها مسامحاها. ولما بترجع لين للمستشفى بتلاقي زعيق، ولما بتروح تشوف في ايه بتلاقي صاحبة القطة منهارة علشان قطتها ماتت. ولما بتشوف لين بتتخانق معاها وبتتهمها ان هي السبب في موت القطة، وبتتصدم لين ومش بتعرف ترد. وبيجي الدكتور وبيدافع عن لين وبيقول لصاحبة القطة انها ماتت بسبب قلة الرعاية، بس البنت مش بتصدق الكلام ده وبتقول ان لين ما تنفعش تكون دكتورة، وبتسيبهم وبتمشي. وبتزعل لين من كلامها وبيحاول الدكتور يخفف عنها، وبيقول لها تثق في نفسها وبتشكره لين على رفع معنوياتها. وبعدها بيكلم يونج صاحبه وبيعرف ان هو بيدرب الاطفال على الرماية، وبيقول له يونج ان هو خايف على لين علشان لوحدها وما عندهاش حد يحميها. وصاحبه بيقول له ما يقلقش وهو ياخد باله منها. وبالليل بتخلص لين شغلها وبتلاقي اصحاب يونج مستنيينها علشان يوصلوها، وبيفضلوا يغنوا مع بعض لحد ما بيوصلوا البيت وبيمشوا. وتاني يوم بيروح يونج للملعب وبيديله المدرب القوس، وبيستغرب يونج وبيقول له ان هو كان فاكر ان لسه بدري، بس المدرب بيقول له ان جسمه جاهز ولازم يفتكر كل اللي هو قاله له. وبيبدأ من الصفر وبيمسك يونج القوس وبيقول له يحط كل تركيزه فيه، والمدرب بيقول له ينسى الفوز او النتيجة ويركز على حركة التصويب بتاعته. وبيقدر يونج فعلا يصيب الهدف المرة دي. وفي نفس الوقت بيبقى صاحب يونج بيتدرب هو كمان، وبتجيله حبيبته وبيخليها تضرب السهم وتصيبه من اول ضربة. وبيقرر يتقدم لها ويقابل اهلها لحد ما يكون نفسه ويتجوزه. وبعد كده بيروح يونج يكلم لين فيديو كول وبيقول لها ان هو قرب يخلص علاجه وهيرجع قريب. وبتفرح لين وبتفضل ترقص مع الكلب بتاعها. وتاني يوم بترجع من الشغل وبتتفاجئ ان يونج مستنيها تحت البيت ومش بتصدق انها شايفاه، وبتفضل تتنطط من الفرحة. وبيحضنها يونج وبيقول لها ان هو مفتقدها جدا ومش مصدق ان هو اخيرا رجع وشافها. وبيدخل ياخد دش بعدها وبينام على الارض وبتنام هي على السرير، وبتفضل تتقلب لحد ما بتقع جنبه على الارض. وتاني يوم بتصحى لين متأخرة وبتلبس هدومها بسرعة وبتروح الشغل. وبيقرر يونج يروح نادي الرماية، وبيفرح المدرب بيه جدا وبيروح يحضنه وبيعرف فريق الرماية الجديد عليه وان هو كان امهر طالب في الجامعة، وبيقول له ان في مسابقة بكرة وممكن يشارك فيها. وتاني يوم بتبدأ المسابقة الوطنية اللي المدرب قال ليونج عليها، وبتبقى لين مبسوطة جدا وبتفضل تراقب كل تحركات يونج بالمنظار. وبتبدأ المباراة وبيحس يونج بزغللة في عينيه مرة تانية، بس بيفتكر كلام المدرب انه هو هدفه مش الجرس الذهبي بس حركة تصويب دقيقة، ولازم ينسى الفوز والنتيجة مش عليه. وبينتهي الماتش ان هو اتأهل للنهائيات، وبتجيله لين بالكلبة بتاعتها وبتقوله ان هي هنا علشان تشجعه. وبيبقى يونج خايف جدا ان هو لما يوصل للنهائي يخسر مرة تانية، ولين بتقوله ان هي ما عندهاش مشكلة تستناه على طول. وتاني يوم بتبقى النهائيات وبيقدر يونج يسجل من اول نقطة وبيوصل ل10 نقط مرة واحدة،
وبيبقى صاحب يونج قاعد مع حبيبته وبيشجع صاحبه وبيقول انهم اتعودوا يلعبوا مع بعض. بس للأسف الدنيا بتمطر وبتخاف لين ان ده يشتت تركيز يونج، بس بتستمر المباراة بالتعادل مرة تانية بينه وبين قائد الفريق، وبتفضل لين تشجعه هي واخوها، وبيضحك يونج على كلامهم، وبيحط يونج كامل تركيزه في المباراة وبيقدر يصيب الهدف وبيكسب أخيرا. وبيبص للين وهي مش مصدقة ان هو نجح أخيرا. وبالليل بتحتفل لين مع اخوها وصاحبته، وبيتصل يونج بيها وبيقول لها تجيب معاها الهدية اللي اداها لها، وقال لها مش بتفتح غير بكلمة سر. وبتنزل لين تقابله وبتلاقيه مستنيها تحت البيت، وبتركب وراه العجلة وبياخدها وبيروحوا للسطح اللي اتعودوا يكتبوا فيه أمنياتهم وهم أطفال، وبيبصوا على المدينة من فوق. وفجأة بيظهر وراهم كل أصحابهم وأهلها، وبتستغرب لين جدا وبيقول لها يونج على كلمة السر، وبتفتح الهدية وبتتفاجئ لما بتلاقي فيها خاتم الجواز، وبيقعد على ركبته قدامها وبيطلب منها الجواز، وبتفرح وبتوافق وبيلبسها يونج الخاتم وبيشيلها وبيفضل يلف بيها وهو فرحان، وحواليهم كل أهلهم وأصحابهم. وبتخلص قصتنا وبيعيشوا أبطالنا في سعادة وبيخلفوا صبيان وبنات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.